تخيل معايا غابة أفريقية هادية والمشهد فعلا بديع، وفجأة وسط الهدوء ده تلاقي قرد بابون بيجري وهو شايل شبل أسد صغير، شايله زي ما يكون بيحضنه. بس ليه؟ إيه اللي يخلي قرد يخطف شبل أسد؟ طيب هو بياكله ولا بيعذبه ولا في حاجة تانية أغرب من كده بكتير؟ النهاردة هنحكي واحدة من أغرب القصص اللي حصلت في عالم الحيوان، قصة حصلت بجد واتصورت وحيرت العلماء. فيلا بينا نعرف في حلقة النهاردة ليه البابون بيخطف أشبال الأسود وبيعمل فيهم إيه، وهو ده تصرف فعلا فردي ولا سلوك طبيعي وسط الورود. ففي الاول بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه والكلام الجميل ده كله. انا اسلام سيد ودي قناه صندوق الدنيا. اولا البابون نوع من القرود بس مش قرد عادي، ده بيعتبر من اذكى واخطر القرود في افريقيا. بيعيشوا في جماعات كبيره ممكن توصل لغايه 200 فرد. الذكور حجمهم بيكون كبير، عندهم انياب حاده جدا وبيتحركوا في مجموعات منظمه، بس للاسف معروف عنهم العنف الشديد لما بيحسوا بالخطر. بس كمان عندهم جانب اجتماعي قوي جدا، بيربوا اولادهم وبيتخانقوا علشان الاناث وبيتحالفوا مع بعض زي البشر بالظبط، لكنهم ساعات بيتصرفوا بطريقه مش مفهومه اطلاقا، وده اللي شفناه في القصه اللي حصلت واللي هزت العالم على الانترنت. في شهر فبراير سنة 2020 مصور كان في حديقة كوراجو الوطنية في جنوب افريقيا صور فيديو القرد البابون ماسك شبل اسد صغير وشايله فوق شجرة، حرفيا شايله على دراعه وكان بيمشطه. الناس كانت فاكرة في البداية ان القرد خطفه علشان ياكله، لكن المفاجأة ان البابون كان بيعتني بيه كأنه ابنه، كان بينضف له شعره وكان ضمه ليه وما كانش فيه اي علامات عنف واضحة. المشهد ده انتشر بشكل مجنون والناس كلها بدأت تسأل هو البابون بيربي فعلا الشبل ولا بيلعب بيه ولا بيخطط لحاجة أشر من كده؟ خلينا بقى نفهم مع بعض ليه البابون عمل كده أصلا. العلماء حاولوا يفهموا الموضوع ده وكان فيه كذا تفسير محتمل. أول حاجة غريزة اللعب أو الفضول. البابون كائن فضولي جدا، خصوصا الذكور الصغيرين منهم. ممكن يكون شاف الشبل الصغير ده لوحده وخده يلعب بيه أو يستكشفه، زي ما يكون طفل صغير بيشوف حاجة جديدة وياخدها في حضنه. والتفسير التاني اللي هو كان إثبات القوة أو السيطرة. في عالم الحيوان في دايما صراع على الهيمنة، البابون ممكن يخطف شبل الأسد كنوع من إعلان القوة، كأنه بيقول للأسود أنا ممكن آخد أولادكم ومفيش حد هيقدر يقرب لي. تالت تفسير إن هو ده ممكن يكون سلوك عدواني بس مقنع. في حالات تانية اترصد البابون وهو بياخد شبل الأسد وللأسف بيقتله، وده ممكن يكون بهدف تقليل أعداد المفترسين في المنطقة اللي هو فيها، زي ما الأسد بيقتل أشبال غيره علشان يبقى هو المسيطر. البابون برضه ممكن يعمل كده كخطة بس طولة الأمد شوية. والتفسير الرابع إن ده ممكن يكون سلوك التبني. الغريب بقى إن البابون ساعات بيصل سلوك أبوي تجاه صغار مش من نوعه، زي القرود اللي بيتبنوا مثلا قطط او طيور او حتى العاب. ففي احتمال ان هو شاف الشبل ده كانه حاجه محتاجه حمايه. بس السؤال الاهم، هي دي اول مره فعلا تحصل ولا دي حاجه على طول بتتكرر؟ الحاله دي اتوثقت في حديقه كوراجو الوطنيه، بس دي مش اول مره تتسجل حاجه شبه كده. في بعض المناطق في افريقيا في تقارير شفويه عن بابون اتشاف وهو شايل شبل صغير وبيخطفه، بس غالبا النهايات بتكون مأساويه، يا اما الشبل بيموت من الجوع يا اما البابون كان بيقتله بعد فتره. لكن الحاله دي كانت مختلفه لان البابون كان بيظهر فيه سلوك رعايه، وده اللي خلى العلماء فعلا يحتاروا واذا كان ده سلوك فعلا بيتطور ولا دي حاله شاذه ومش هتتكرر. والعلماء ساعتها بدأوا يطرحوا فرضيات غريبة، بس هو فعلا البابون بيعتني بالشبل ولا بيحبه ولا بيمتلكه؟ في سلوك الحيوانات في خط فاصل بين ان الحيوانات تراعي كائن تاني او ان هي تسيطر عليه. البابون في الحالة دي كان بيمارس الاتنين، كان بيمشط الشبل وكان بيحميه من باقي القرود، لكن كمان كان ماسكه ومش مديله الحرية. والنقطة الاخطر ان الشبل الصغير ده غالبا مش هيقدر ينجو لانه مش بياكل زي البابون وجسمه محتاج لامه، ومفيش اي دليل ان هو اتغذى صح او ان هو عاش بعدها. وفي النهاية الشبل ده بيكون غالبا ما قدرش يعيش. وبنرجع للسؤال الاهم، هو فين الاسود وليه سابوه يتخطف كده؟ اللي حصل ان المجموعة دي من البابون كانت كبيرة جدا وكانت بتتحرك في مكان بعيد عن عيون الأسود، والأم ساعتها ممكن تكون راحت تصطاد أو اتحركت مع باقي القطيع وسابت الشبل في مكان آمن. لكن القرود كانت أسرع وأخطر، والأسد رغم إن هو ملك الغابة بس ما قدرش يحمي ابنه. وفي الآخر في عالم الحيوانات مفيش قواعد ثابتة، مفيش خير مطلق ومفيش شر مطلق. البابون مش مفترس لكنه ممكن يبقى قاتل. الأسد ملك الغابة بس أحيانا بيكون ضعيف قدام خطة منظمة. اللي حصل ده مش مجرد مشهد نادر، ده تذكير إن الطبيعة مليانة مفاجآت، وإن الكائنات اللي كنا فاكرين إننا فاهمينها لسه بيظهر منها تصرفات ممكن تخلينا نسأل نفسنا هو إحنا فعلا فاهمين كل حاجة عنهم ولا في حاجات لسه هنكتشفها مع الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش بقى تكتبوا لنا في التعليقات إيه رأيكم في المحتوى اللي إحنا بنقدمه، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.